في البدايه كده، هو ليه في ناس بتبقى عارفه المعلومات الصح اللي تفيدها وما بتعملهاش وبتعمل غلط وبس؟ يعني مثلا يبقى عنده امتحان وعارف ان هو لازم يذاكر عشان يقدر يحل في الامتحان ده كويس وبرضه ما بيذاكرش. واحد تاني يبقى عارف ان هو اخر فلوس معاه دي ولو صرفها في اي حاجه ملهاش لازمه هيقعد طول الشهر من غير فلوس وبرضه بيصرف الفلوس دي في حاجه ملهاش اي لازمه. وناس تانيه تبقى عارفه ان هي لو اشتركت في القناه دي وفعلت الجرس هتلاقي كل الاشعارات الجديده بتاعت القناه ويجي لها فيديوهات تتعلم منها حاجه جديده وتنفعها وبرضه ما بتشتركش. الله، طب هو ليه؟ دي شويه حاجات من اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده النهارده، بس عايزك بقى تدور على مصلحتك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في كتاب اسمه نادج او تنبيه. الكتاب ده الفه اتنين، واحد منهم اسمه ريتشارد سالر. ريتشارد سالر ده واخد جايزة نوبل في الاقتصاد السلوكي. علشان نلخص فكرة نادج او التنبيه ده خلينا اسألك سؤال كده في الاول، هو ايه اللي هيحصل لو سبت باب التلاجة مفتوح؟ ايوه، هتفضل تزمر كده وتطلع صوت مزعج جدا علشان تخليك تقفل الباب. ده بالنسبه طبعا للثلاجات الجديده، اما الثلاجات القديمه اخرها هتنور النور. طب هي ليه بتطلع الصوت المزعج ده مع ان طبيعي ان انا هقفل الباب؟ لان ده في حاجه في مصلحتي، لان انا لو سبت الباب مفتوح بتاع الثلاجه الحاجه اللي جواها هتبوظ، ومره مع الثانيه هبص الاقي ان الثلاجه نفسها باظت. دي حاجات كده بديهيه ومعلومات بديهيه عند كل الناس، بس في ناس كتير جدا ما بتنفذهاش. واكبر دليل على ده ممكن تكون انت واحد منهم. ابوك يقعد يقول لك يا ابني اقفل باب الثلاجه، يا ابني اقفل باب الثلاجه، ما بتقفلهاش ليه؟ معنى كده ان مجرد معرفتك للمعلومه مش حاجه كافيه ان انت تنفذها. المعلومه دي شركات الثلاجات في العالم كله عرفوها، وعلشان كده بداوا يحطوا تنبيه في باب الثلاجه اول ما تسيبه مفتوح يقعد يعمل لك ازعاج كده يخليك تتحرك وتقفل باب الثلاجه. هو خلاك اتحركت وقفلت باب الثلاجه، هي حاجه في مصلحتك، بس انت ما كنتش هتتحرك من غير تنبيه ليها. وده الكتاب بتاع نادج سماها حاجه اسمها الحريه الممنهجه، اللي هو يخليك ان انت تتحرك تعمل حاجه في مصلحتك وتحس ان انت عاملها من جواك، مع ان لولا التنبيه ده انت ما كنتش عملتها اصلا، بس انت حسيت ان انت عملتها بمزاجك، والحاجه اللي انت عملتها بمزاجك دي هي نفعتك في الاخر. الله، طيب هو فعلا احنا عارفين المعلومات دي كلها وما بننفذهاش؟ في الكتاب ده قال لك ان العقل بيفكر بطريقتين. الطريقه الاولى هي البديهيه والتلقائيه، ودي طريقه اسهل واسرع للمخ وكمان اريح له، لانها ما بتاخدش مجهود كبير. زي مثلا لما حد يقول لك مثلا تاكل ايه، تقول له اي حاجه. عقلك متكسل اصلا يفكر هتاكل ايه، ودي حاجة أغلب الناس بتحب تعملها. الطريقة التانية هي طريقة انعكاسية ودفاعية، بس دي طريقة بطيئة ومتعبة وبتحتاج تركيز كتير. أغلب الناس بتهرب منها وما بتتعبش نفسها في التفكير، يقول لك يا راجل أنا لسه هفكر، يا عم كبر مخك. علشان كده الكتاب ده بيقول لك لو انت عايز تخلي واحد ياخد قرار في مصلحته صح، الشطارة ان انت تنقله موضوع التفكير ده من التفكير العقلاني اللي هيتعبه ده للتفكير التلقائي الطبيعي السهل اللي مش هياخد منه اي مجهود. في واحد هيقول لي يا عم احنا لسه هنقعد نحسس، انا عامل نظام في البيت لو اي حد ما سمعش الكلام هيتعاقب على طول. هقول لك هو انت ليه اصلا ممكن تعاقب حد لما ممكن تخليه يعمل اي حاجة انت عايزها، بس مقابل ده هياخد مكافأة بدل ما يتعاقب؟ يعني مثلا لو انت عايز تخلي الناس ما ترميش زبالة في الشارع، ليه تعمل عليهم غرامات او عقابات وانت ممكن تديلهم مكافأة مثلا عن انظف مدينة او انظف شارع او انظف مكان موجود؟ الموضوع ده في كل حاجة، مش بس في بيتك، لا ده كمان ممكن يكون في شغلك. بس علشان تطبقه في شغلك هما في 6 طرق تقدر تستخدمهم لتنبيه الناس ان هم يعملوا الحاجة الصح بشكل بسيط. اول طريقه هي الحفاظ على الوضع الراهن. ايه الحفاظ على الوضع الراهن ده؟ هنقول مثلا ان انت راجل مدير شركه وقررت النهارده ان انت تعمل نظام تامين اجتماعي ومعاش لكل الناس اللي عاملين في المجال بتاعك. ما تروحش تقول للناس يا جماعه احنا عملنا نظام تامين ومعاشات في الشركه بتاعتنا واللي عايز يشترك يبقى يجي يقول لي، لانه في الغالب محدش هيقول لك، مع ان دي حاجه تكون في مصلحتهم، بس الناس ما بتحبش تغير الوضع الموجود، بيكسل ان هو يغيره. فانت تعمل ايه؟ تقول لهم يا جماعه احنا عملنا نظام تامين واللي مش عايز يدخل فيه يبقى يبلغنا. يعني الطبيعي ان كل الناس موجوده فيه، بس اللي مش عايز بس هو اللي هيجي يقول لك. وبرضه نادر لما تلاقي حد يحاول يغير الوضع الراهن ويجي يقول لك انا مش عايز ادخل التامين ده. وده هياخدنا بقى للنقطه الثانيه. الطريقه الثانيه دي اسمها تجاهل الاغلبيه. يعني ايه تجاهل الاغلبيه ببساطه؟ انا هبسطها لك. لو قلنا مثلا ان انت راجل ما بتحبش الهلس زي حالاتي كده، ما تحبش تتفرج على فيديوهات الهلس مثلا، الكلام الهلس، ولقيت حاجه منتشره على السوشيال ميديا زي انتش واجري ده مثلا، وبتبص لقيت ناس كتير جدا بتتكلم عن الموضوع وعامل له كام مليون فيو، فانت بتبدا تسال بينك وبين نفسك كده، الله هو كل الناس دي غلط وانا بس اللي صح؟ طب هو ايه اللي شد الناس دي للموضوع ده؟ وتبدا تدخل الفيديو ده
وتتفرج عليه مع ان انت اصلا مش عايز تتفرج عليه. شوف، مع انك ما بتحبش الهلس وما بتحبش الفيديوهات دي، بس برضه دخلت واتفرجت عليه لان انت حسيت ان انت غريب عن الموضوع. وهنا بيقول لك بقى لو الموظف صاحبك ده اللي كان رافض فكره المعاش اصلا جالك يقول لك انا مش عايز المعاش، بيقول لك ما تحسوش ان الموضوع عادي، لا انت حاسس ان هو غريب، علشان تساعده ان هو ياخد القرار ان هو ينضم لنظام المعاش والتامين ده، مع ان الموضوع ده في مصلحته. يعني هو كده كده هو المستفاد، بس انت هتساعده بالتنبيه ده. الطريقه الثالثه بقى هي ان انت تعمل ملاحظات مقنعه. ازاي اعمل ملاحظات مقنعه؟ كان في شركه استهلاك الكهرباء فيها عالي جدا، فكان المدير بيدخل الموظفين كلهم يقول لهم يا جماعه بعد اذنكم اقفلوا المكيفات علشان استهلاك الكهرباء بتاع الشركه عالي جدا. فطبعا الموظفين كانوا لا حياه لمن تنادي، 24 ساعه التكييف شغال ما بيتقفلش. فعملت ايه الشركه دي؟ بدات تركب نظام تنبيه في التكييفات بتاعتها كلها. حطوا لمبتين، لمبه خضراء ولمبه حمراء. اللمبه الخضراء دي بتنور طول ما استهلاك الكهرباء عادي جدا وفي المستوى الطبيعي. اول ما استهلاك الكهرباء يبدا يعلى بشكل كبير، اللمبه الحمراء اللي في التكييف دي تفضل منوره وتنور وتطفي كده، تعمل تنبيه غريب لكل الموظفين. الموظفين لما كانوا بيشوفوا اللمبه الحمراء دي ما كانوش بيستنوا، كانوا بيقوموا بيقفلوا المكيفات بالفعل، فاستهلاك الكهرباء بتاع الشركه بدا يقل. وعلشان كده دي كانت من انجح الحاجات اللي اتعملت، زي فكره باب الثلاجه بس عملوها في المكيفات. الطريقه الرابعه بقى هي طريقه التنبيه الاجتماعي. هي ببساطه ان لما اي حد بيروح مكان جديد ويشوف الناس اللي فيه بيعملوا حاجه معينه بيحاول يعمل زيهم علشان بيكون يحس ان هو شبههم. يعني مثلا انا لما رحت الصين وخصوصا مدينه بكين لقيت في حاجه غريبه جدا. احنا هنا في مصر لما بننزل عايزين نشرب سيجاره بنشرب السيجاره بتاعتنا في اي مكان، فرضنا ان انا ولعت سيجاره وماشي في الشارع عادي جدا. هناك في بكين بقى لما رحت اول مره اكتشفت ان هم حاطين طفايات سجاير كده في الشوارع الكبيره او في الشوارع عموما، حاطين طفايات سجاير كبيره جدا كده، وحوالين الطفايه دي راسمين مربع كده ان انت تقف جوه المربع ده وتدخن سيجارتك وبعد كده تطفي السيجاره وتمشي. كنت بشوف كل الصينيين لما يحب يشرب سيجاره بيروح يقف جوه المربع ده ويولع السيجاره بتاعته يخلصها ويروح ماشي. انا ما كنتش اعرف الكلام ده ومحدش قال لي اعمله، بس لقيت نفسي تلقائي لما بحب اشرب سيجاره بدور على المربعات دي، المربع ده فين، واروح اقف فيه واشرب السيجاره واطفيها وامشي. وده اسمه التنبيه الاجتماعي. وفي شركات كتير جدا عارفه الموضوع ده، لدرجه ان في شركه بتستخدم الموضوع ده بذكاء كبير جدا. بتكتب مثلا جوه العربيات بتاعتها على التابلو كده عند السواق ان 96% من اللي بيركبوا العربيه بيربطوا الحزام اول ما بيدخلوا العربيه. الناس لما بتدخل العربيه وبتشوف الجمله دي بتبدا تربط حزام العربيه بتاعتها وهي قاعده، مع ان الشركه ما طلبتش منهم كده، بس مجرد كلمه تنبيه اجتماعي ان 96% من الناس بتعمل كده بدات تخليهم يحسوا ان هم شبه الناس دي بربطهم للحزام وبس. الطريقه الخامسه بقى هي طريقه قصريه. يعني ايه طريقه قصريه؟ تعرف لما بتروح البنك قدام الاي تي ام عشان تسحب فلوس ايه اللي بيحصل؟ تطلب المبلغ اللي انت عايزه وتدوس موافق، بيطلع لك البطاقه بتاعتك الاول او الكارت، بعد كده يطلع لك الفلوس. طب ليه ما بيطلعليش ليه الفلوس الاول بعد كده البطاقه؟ لان اغلب الناس اللي بتروح تسحب فلوس بتكون كل تركيزها مع الفلوس، فمجرد ما انت تكتب المبلغ اللي انت عايزه ويطلع لك الفلوس دي تسحب الفلوس ممكن تنسى البطاقه وتمشي، مع ان نسيانك البطاقه ده حاجه مش في مصلحتك. لكن البنوك عملت ايه؟ بدات ان هي تجبرك ان انت تاخد البطاقه في الاول وبعد كده تاخد الفلوس، وده هيقلل كتير جدا من نسيانك للبطاقه، مع ان اصلا ان انت ما تنساش البطاقه دي حاجه في مصلحتك انت، بس هنا دي طريقه قصريه علشان غصب عنك تسحب البطاقه بتاعتك وما تنساهاش. في شركه مثلا كانت بتحب تعرف الموظفين بتوعها مبسوطين من بيئه العمل اللي هم فيها ولا لا، ودايما بيعملوا لها استطلاعات راي علشان يملوا الموظفين الاستطلاعات الراي دي وياخدوا رايهم. بس اغلب الموظفين زي ما قلنا ما بيحبوش يغيروا اي حاجه، ما بيرضوش يملوا استطلاعات الراي دي. بدات الشركه تعمل ايه؟ تفكر تعمل ايه، لدرجه ان هي وصلت لفكره جميله جدا. عملت الباب بتاع الشركه، الباب بتاع الخروج معمول ببصمه من 4 وشوش او 4 رموز تعبيريه زي بتوع الفيسبوك، عارفهم انت اللي هم اغضبني ومنزعج ومبسوط وعادي ومحايد والحاجات دي. هم عملوا الباب بتاعهم كده ما ينفعش يفتح غير لو دوست على ايميشن من دول علشان تقول الحاله المزاجيه بتاعتك، ومجرد ما انت تدوس على حاجه من دول الباب يفتح وتبدا تخرج عادي. وهنا الشركه عرفت الموظفين بتوعها مبسوطين ولا زعلانين لمجرد ان هم بداوا يحطوا الرموز التعبيريه دي وهم خارجين، وبدات تطور من اسلوبها علشان تخلي بيئه العمل تكون احسن بكتير. مع ان الموظفين ما كانوش بيرضوا يملوا استطلاعات الراي دي مع انها تكون في مصلحتهم علشان بيئه العمل تكون احسن ويكونوا مبسوطين اكتر. الطريقه السادسه بقى والاخيره هي صياغه الفكره. ايه هي بقى صياغه الفكره؟ يعني فرضنا انت واحد صاحبك النهارده جاي يكلمك على مشروع، يقول لك والله انا قررت ان انا افتح مشروع معين، مشروع 1 2 3، فانت تروح قايل له بص
انا سمعت ان 10% من الناس اللي بتفتح المشروع ده بتفشل للاسف. ساعتها انت عملت معاه ايه؟ انت احبطته، انت صدرت له الفشل. طب لو انت جيت قلبتها له وقلت له بص انا اعرف ان 90% من الناس اللي بتعمل المشاريع دي بتنجح، انت وصلت له نفس المعلومه ان برضه 10% بيفشلوا، بس عملت له دفعه ايجابيه كبيره لمجرد ان انت غيرت صيغه الكلام. علشان كده في ناس كتير جدا عندها المعلومه الصح وما بتعملهاش. يعني مثلا اغلب الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي عارفين ان هم لو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس هيوصل لهم كل الاشعارات الجديده بالفيديوهات اللي بننزلها، ممكن ياخدوا منها معلومه تنفعهم قدام وبرضه ما بيشتركوش. لكن الطبيعي بقى ان كل الناس دلوقتي بدات تعمل اشتراكات وتعمل لايك على الفيديو، وكمان لو هم على الفيسبوك بيعملوا له شير علشان يشوفوا اكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.